لو لو في نصيحة واحدة كنت أحب إن حد يقدمها لي من وأنا صغيرة، هي إن أنا أبص للموضوع لأي موضوع في الدنيا من أكتر من زاوية. تبدو إنها بسيطة وسهلة، وده بالنسبة لي كل ما كانت النصيحة بسيطة وبديهية ده بيحسسني إنها صح. يعني أنا بميل أكتر للحاجات الغير معقدة، لأني بحس إن هي سهلة تتفهم وإن هي بديهية. يعني انا دلوقتي لو بصيت من الموضوع من اكتر من زاوية، انا اولا هيفرق في ادراكنا للموضوع وللحياة عموما، وهيفرق في ان انا مشاعري بعد كده، وهيفرق ازاي انا هعرف اخرج او هستفيد من الموضوع. يعني انا وانا صغيرة كان لما يحصل لي مشكلة او يحصل لي حاجة، هبقى باصة في الجزء في الزنقة زي ما بيقولوا، اللي هو انا حاطة نفسي في مزنق ومفيش بعد كده، مفيش مخرج. فلما كبرت وتعلمت بقيت نفسي ارجع، يعني لو الزمن رجع بيا انا عايزة اقول لنفسي بصي لأي موضوع من اكتر من زاوية. حتى على فكرة لو الموضوع حلو وانا منبهرة بيه زيادة، لا هبصله من اكتر من زاوية. يعني النصيحة دي بقدمها لنفسي، وانا مؤمنة بالمقولة اللي بتقول، انا مش عارفة مين اللي قالها بس في حد قال يعني ان احنا احسن يعني افضل الكتب هي اللي بنكتبها لنفسنا، وافضل البيوت هي اللي احنا بنبنيها لنفسنا. ففعلا انا حاسة ان انا هبقى صادقة وانا بقدم الكلام ده، عشان ده انا فعلا كنت عايزاه لنفسي. يعني انا لو بصيت لاي موضوع من اكتر من زاوية، عمري تقريبا او اغلب المواقف ما كنت هبقى حاسة في بعض المواقف بدور الضحية اللي انا عشت فيه شوية حلوين، ولا هبقى حاسة بدور اللي بحارب. كنت دايما احط نفسي كده في خانة المحارب، اللي هو الحاجات ضدي وانا بقى بعمل مجهود كبير عشان اخرج منها. هو نوع برضو من الضحية، ان انا شايفة ان الحاجات ضدي، بس مع ان كل موقف ممكن يطلع منه حتة ضدي وحتة معايا. وبستغرب قوي بصراحة من الناس، في ناس بتبقى ما شاء الله قوية قوي، بيبقوا دايما مهما الزمن عدى عليهم او عمل فيهم مثلا يعني محن كبيرة، انا بالنسبة لي ممكن يعني لو بصيت لها كده تخلص عليا، ان بيفسروها ان دي كانت حاجة استفادوا منها. يعني واحدة مثلا سمعت قصتها ان هي كانت اتحرقت، اتعرضت لحريق وغير من ملامحها وهي صغيرة، فده خلاها ان هي وصلت ان هي تقريبا بقت موديل لبراند ميك اب مشهور. بس قالت ان ده ما كسرهاش يعني. فاستغربت قوي ان هي بصت للموضوع من زاوية تانية، بصت للموضوع من زاوية ان هو ممكن يبقى سبب في حاجة تانية. في ناس برضو معاقين بلاقيهم اخدوا جايزة في سباحة او حاجة، ممكن يكونوا عندهم عضو مش موجود في جسمهم وربنا طبعا يعينهم، وده مش نهاية الحياة انا عارفة، بس بالنسبة لحد لما يفكر فيه ان هو تحدي كبير، ومع ذلك هما بيقدروا يطلعوا منه حاجة كبيرة. فهي بتبقى ممكن بالفطرة، او في ناس بتبقى اتعودت ان التربية قالت لهم ان شخصيتهم تبقى اقوى من كده. انا يمكن من يعني في تربيتي كان في حاجات كتير لطيفة، بس من الحاجات الوحشة او الحاجات اللي مش هقول وحشة، الحاجات اللي ما اكتسبتهاش، ان انا شخصيتي تبقى مش هشة. يعني عندنا الدنيا كانت تبقى هشة بسهولة، اي حاجة بننكسر او بنتفاعل جامد. فده انا ما اتعلمتوش، حتة ان انا ابص الموضوع من زاوية ممكن تقويني. هو نفس الموضوع، بس اعادة تقطيري انا للتجربة، بمعنى ان انا احط لها اطار، ده بيفرق جدا. يعني ممكن حد يضحك عليه ويقول ان هو بيتعلم. في ناس بتقولك رجال اعمال يقولولك انا مش بخسر، انا يا بكسب فلوس يا بتعلم تجربة. فهو كده فسر الخسارة بتاعته اللي هي تعتبر خسارة مالية، هو أعاد تسميتها وأعاد رؤيتها ان هو كسب او اتعلم درس، هي مكسب بس مكسب من نوع تاني. في حين ان في ناس لا، ممكن تقطمها تجربة زي دي تقولك انا خسرت كل فلوسي بس انا كده كسرت ومش هتقوم لي قومة. فهو هنا بصله من زاوية واحدة، ومن الزاوية اللي مش في مصلحته. احيانا برضو بيحصل العكس، ان احنا ننبهر بحد او ننبهر بحاجة تبقى مش عندنا، وممكن تبقى عندنا، او شخص يعني يدخل حياتنا ننبهر بيه جدا لدرجة ان احنا نبوظ الدنيا،
نخلي نعمل منه شخص بقى نرجسي، او يعني اي حاجة بننبهر بيها زيادة بتبهدل الدنيا. فبنقوم احنا مثلا ايه، مدين له اكبر من قدره، وما بنبصش على الزوايا التانية ان هو مجرد انسان في النهاية، او ان احنا تكون حاجة مش عندنا مثلا، وده بيحصل كتير قوي، ننبهر بيها لمجرد انها مش عندنا. فعقلنا بقى يقعد يقول يا سلام، انا لو كان عندي الموضوع ده انا كانت الدنيا اتغيرت، انا لو كان عندي الموضوع ده. وممكن تلف السنين ويمتلك فعلا الموضوع ده، يقولك بس كده الموضوع يعني حلو بس عادي يعني، ما غيرنيش، ما عملش مني واحد تاني. هو طبيعي مفيش حاجة هتغيرك يعني، لو انت ما اتغيرتش مفيش حاجة مادية هتيجي تعمل منك واحد تاني يعني. فيقولك لا الموضوع يعني، لا انا بصيت له بانبهار شديد. فبصيت للموضوع من اكتر من زاوية، حاجة انت مش قادر ان انت تعملها او مش عندك، بص للمميزات وللعيوب، او بص لها بمعنى ايه، ان انت ممكن الموضوع ده لو جه عادي هيغير حياتك شوية وهيبقى حلو، بس مش هو الفظيع، مش هو كل حاجة. يعني هو كل شيء التعظيم الزيادة ده لا، ما فيش الكلام ده. ممكن اقول ان هو حاجة حلوة بس عادي، بدليل ان في ناس عندها الحاجة دي ومش مش طايرين من الفرح طول الوقت، عاديين يعني. على فكرة بص لأي انسان مهما كانت املاكه ان شاء الله ايه يعني ملياردير، عمرك ما هتلاقيه بيتنطط من الفرح طول النهار. ليه؟ ده معناه ان خلاص هي الحاجة العقل بيألفها، هتلاقيه حياته اسهل شوية من حياتك، حياته فيها حاجات عندك وحاجات على فكرة انت احسن منه فيها. يعني بص كده للناس المشاهير قوي او الناس العالمية دول، هتلاقيهم ما عندهمش الحرية بتاعتك، ان انت تقدر تنزل تمشي في الشارع في اي وقت، تقدر تاكل على عربية فول، تقدر تعمل حاجات كتير. على فكرة مش بنضحك على نفسنا، بس دي حقيقة. الناس البساطة او ان انت تبقى غير معروف، دي حاجة برضو فيها مميزات، ان انت اي حد حاجة بتحصل لك مش بتتفضح يعني. يعني في ناس بتقولك الشهرة دي بداية الفضيحة، والغنى الزيادة مش بنكره الناس في الحاجات دي، بس بنقول ان كل حاجة ليها الزاويتين بتوعها او اكتر من زاوية، من باب الاتزان يعني. عشان لما بالعكس انا بشجع ان احنا نركز على الحاجة الكويسة والحاجة اللي احنا عايزينها، بس بشجع اكتر من كل ده على الاتزان. عشان الموضوع ايه، بنوزنه، ان احنا قلنا ان احنا نبص على نتقبل الحاجة اللي حوالينا، ونبص على الحاجة اللي احنا عاوزينها نركز اكتر، بس نبقى عارفين برضو واحنا بنركز ان كل حاجة نقدر نبص لها من اكتر من زاوية. فالنصيحة دي كان يعني، لو في نصيحة كنت عايزة حد ينصحها لي وانا صغيرة هي دي، ان اي حاجة انت شايفة ان هي مبهرة جدا بص لها من زاوية تانية. انا جربت في فترة ان انا كنت شغالة في مستشفى، ومسكت منصب قيادي، وكنت فرحانة جدا في الاول عشان بخدم الناس من خلاله، وحاسة ان انا بعمل حاجة مهمة. وان انا الاول كنت شغالة مع مع جروب كنا كلنا زي بعض، فكنت حاسة ان انا لو ما جيتش 100 واحد هيشيل شغلي، فمش حاسة ان انا مؤثرة. لما بقى بقيت في منصب قيادي لا، حسيت ان انا مؤثرة، وحسيت ان انا بعمل حاجة مختلفة، بس حسيت برضو بالقيد ان انا لو ما جيتش او حصل لي اي مشكلة او تعبت، لا ده فيها مشكلة كبيرة، انتي هتعطلي حاجة كبيرة. في حين ان انا لما كان عندي ناس تشيل شغلي في مني بدايل، انا كنت بحسب حرية جامدة جدا، ممكن النهاردة تعبانة اعمل اجازة بسهولة، وفي مليون واحد هيشيلوا شغل. فهي كده فيها مسؤولية بس فيها أهمية. في مرة واحدة زميلتي قالت لي الراحة عكس السعادة. يعني انت لو عايزة تبقي سعيدة، السعادة فيها ان انت كل يوم بتخرجي من دايرة راحتك، كل يوم بتعملي، بس مفيهاش راحة. هي بتقصد ايه؟ ان الواحد لما بيبقى عايش حياته بحماس وكده بتبقى عكس الراحة، هما الاتنين حلوين على فكرة، وهما زاويتين فعلا لكل حاجة. فانا كنت سعيدة فعلا جدا، وحاسة ان انا ليا سبق، ليا هدف وليا فايدة كبيرة، وكل يوم بعمل حاجة جديدة ومفعلة الابداع والابتكار، وكل يوم اعرف ادي قرارات، وعندي حرية كبيرة في القرارات، ان انا بحرك المستشفى كلها. في حين ان انا لما كنت انا كنت صيدلانية يعني، لما كنت صيدلانية في صيدلية صغيرة او في مكان كلنا بنشتغل زي بعض وبدايل لبعض، انا كنت حاسه ان انا ايه، جيت ما جيتش مش حاسه ان ليه اهميه. بس لما اليوم اللي بحضر لا، بحس ان انا بحط بصمتي وليه اهميه برضو. ولكن لما بغيب
ممكن 1000 واحد يشيلوا شغلي. فحاسة ان انا مش مميزة، مش متفردة، وحاسة ان انا عادي يعني، سواء جيت او ما جيتش اهميتي مش كبيرة. ولكن الحرية كانت رهيبة، وكنت سعيدة جدا على فكرة في حتة الحرية دي، ان انا محدش برضه ايه، كنت ادخل المستشفى مفيش هادك، محدش يقعد كل واحد يوقفني يسلم عليا ويسألني على حاجات. لما بقيت بقى في منصب قيادي، بقت المستشفى كلها عارفاني، وبقت كل الناس يعني، كنت تقريبا قريبة جدا من مدير المستشفى، فكان كل الناس تقولي ايه، قولي للدكتور كده، كأن بيعاملوني كأن انا المديرة، لان انا كنت في منصب يعني تقريبا بعديه على طول. حسيت ان لا، الموضوع ده اوفر وصعب، ومش عارفة اخش واخرج براحتي من غير ما حد يسلم عليا، ومن غير ما حد يطلب مني حاجة، ولازم اي غلط اشوفه ما ينفعش بقى مش ما اقولش مش مسؤوليتي، لا، ده كل حاجة في مسؤوليتي. فكنت حاسة برضو يعني بمسؤولية كبيرة. عايزة انام، عايزة اروح مثلا اليوم ده اتأخر، لا، ناس في المديرية هيتعاملوا معاكي، ناس كنت ماسكة حملة فيروس سي، حملة كبيرة، وكان هيتعمل وحدة كبد، فكان الموضوع كبير. والعلاقات بدأت تتشعب، ان انا ليا ناس في المديرية، وليا ناس في الإدارة، وناس في ايه ده. حسيت ان لا، الموضوع ما فيهوش حرية، واي حاجة فوكس، واي حاجة يعني في فوكس كبير، واي حاجة ممكن اتعاقب عليها. في حين ان وانا مثلا صيدلي صغير، لا عادي، ماليش اي دعوة، انا بعمل شغلي وبروح وبنام بمنتهى الهدوء، ويعني اللي يحصل يحصل، ماليش دعوة. يعني فعلا حتة ان حتى بتوصل لأكبر من كده، الوزراء ممكن بتليفون واحد النهاردة هو وزير، بكرة خلاص اتشال. في حين ان انت لو موظف صعب قوي يعني ان انت حد يغير لك مكانك، او حد يشيلك، هتفضل طول الوقت في مكانك. مش معناها ان انت هنا مش مميز او لا يعني. ساعات في التنمية الذاتية بيصدروا لنا افكار غريبة شوية، بيقعدوا يوضحوا لنا المميزات الكبيرة بتاعة الحاجة، في حين ان الحاجة التانية على النقيض، ان هي ملهاش مميزات. لا خالص، كل مكان ليه مميزات وعيوب. يعني حتى لو كان المكان صغير او انت شايفه مش مهم، ولكن انت مرتاح في بقية حياتك، وهو ممكن يكون ده مناسبك في مرحلة وده مناسبك في مرحلة. يعني انا في مرحلة كنت حاسة ان لا، ده مش مناسب ليا، وفي مرحلة ده مناسب ليا، وفي مرحلة تانية حسيت ان الاتنين مش مناسبين ليا، وانسحبت من الموضوع. ولكن على حسب انت ايه اللي مناسب ليك، تبص من الزاوية دي. مش مثلا انا لما سبت الشغل في النهاية زعلت وقلت مش زعلت يعني، اللي حواليا اللي زعلوا، انتي سبتي حاجة كنتي فيها ممكن توصلي لحاجة، ممكن حتى لما تقعدي يبقى ليكي معاش، لان هي دي كانت مستشفى حكومة، ممكن تترقي في المناصب، بس وصلت لمرحلة ان خلاص هي بقت لود وما بقتش مناسبة ليا. فهل انا افضل بقى باصص لحتة ان انا فقدت وظيفة، ولا لحتة ان انا دلوقتي انا عندي حرية اكبر، عندي راحة اكبر، عندي مساحة تانية انا بشتغل فيها. فلو بصينا دايما للزاوية اللي هي احنا يعني زاويتين اللي هما، او في اكتر من زاوية، في يعني ممكن نبص للزاوية بقى بطريقة تانية متوازنة، ان ده عيوبه كذا ومميزاته كذا. يعني في ناس بتسمي اي حاجة بتحصل لها مثلا مش صعوبة او محنة او معاناة، بتسميها تحدي. وفي ناس بتقولك لا دي محنة، وفي ناس بتقولك دي فرصة، على حسب بقى انت شايفها منين. وكل نظرة بيبقى ليها تأثير على حياتك. ولكن لما بتبص وبتعرف يعني، بتخرج تعرف من نظرتك اللي هي الضيقة، بتعرف ان حتى لو ما بصيتش من النظرة التانية، بس عارف ان في اكتر من نظرة، ده بيخفف يعني وطأة الموضوع شوية، بيخلي الزنقة اللي احنا مزنوقينها، لو احنا زنقين نفسنا في خانة واحدة، بتبقى لوز اكتر، او بتبقى مش كاتمة على نفسنا اكتر. يعني لو انت اتحطيت في موقف مثلا، ان انت في مشكلة، او في زنقة فلوس، او في اذا مشكلة في علاقة، وحصل مثلا خلاف بينكو، خدها انها مثلا اتنين متجوزين وحصل مشكلة، والطرف التاني دي حصلت لي قبل كده، الطرف التاني مثلا بعد عنك شوية، في تفسير ان انا مهجورة، انا متسابة، انا يعني حظي كده طول الوقت، هو دايما اللي بياخد القرار في العلاقة، انا مفعول به.
وفي جت عليا فترة تانية حصل نفس الموضوع، حسيت الموضوع بنضج، ايه ده؟ طب انا هعيش اليوم بيوم كده ومش هحكم، هشوف الدنيا ايه، مش هقول انها فرصة ولا هقول اي حاجة، انا هعيشها بحياد. فحصل ان انا فعلا اكتشفت حاجات حلوة وحاجات مش حلوة، بقيت شايفة الموضوع متوازن. ايه ده انا قدرت ان انا النهاردة اقعد لوحدي افكر في الموضوع، افكر اوازن، اشوف انا غلطانة في ايه والطرف التاني غلطان في ايه. دي فعلا فرصة ان احنا نبص على الحاجة من بعيد، فرصة ان احنا مثلا نشوف ان لأ، ان احنا بنحب بعض او ما بنحبش بعض، على حسب بقى انت علاقتك رايحة لفين. لا، ده فرصة ان انا مدية وقتي كله للشريك حياتي. طب انا في وقت تاني ممكن اديه لنفسي ولراحتي وللأصدقاء، لدرجة ان بعد كده لما العلاقة رجعت كويسة بقيت انا بقى بإرادتي اللي بحاول أبعد شوية وأفضي وقت، عشان الدنيا ما كانتش متوازنة. وقد يكون عدم التوازن ده هو السبب اللي وصل الموضوع لكده. فكويس، رب ضارة نافعة، وهكذا. طبعا في حاجات بتبقى كل واحد صعبة عليه، حاجات يعني كل واحد فينا عنده نقطة ضعف شوية، حد في الفلوس، حد في العلاقات، حد في الفقد. فكل واحد بيتكلم في الحتة اللي ممكن تبقى سهلة عنده، ولكن احنا بنتكلم في فكرة عامة. بنبتدي بقى نطبقها ان شاء الله بدرجات يعني، ولكن تبقى الفكرة في دماغنا ان احنا لما يحصل لنا مثلا تحدي او حاجة، اول حاجة بتيجي في دماغنا من التربية طبعا ومن طريقتنا: يا دي المصيبة، دي مصيبة، ده لابسنا في الحيط، ده كده خلاص مش هتقوم لنا قوم. في حين ان احنا ممكن نحكيها لحد تاني. في برضو طريقة انا بعملها، ان انت تخيلها مشكلة حد تاني، هتقوله ايه؟ هتلاقي ان لا، الموضوع هنا خرجت انت من وطأة المشكلة شوية وبقيت شايفها من بره. لما بنشوف الحاجة من بره ممكن اسهل كتير ما نشوفها من جوه. فنبتدي ان احنا نقدر نفككها شوية، ونعرف ان احنا ايه، نشوفها من. عشان كده احنا بنروح مثلا لكوتش او نروح لحد اخصائي نفسي. دي اهم حاجة ممكن يديها لنا، ان هو يخلينا نشوف الحاجة من زاوية تانية. ومش شرط ان احنا نروح لحد، واحنا بنعلم ده للناس كلها عشان انت تلحق نفسك، او ان انت تبقى تكوتش نفسك. يعني انا مش من انصار ان كل فسفوسة اروح لحد يساعدني. ممكن في بعض الاحيان نبقى محتاجين نصيحة او كده عشان محبوسين جوه نفسنا، بس لازم انا كشخص اواجه برضو الحياة لوحدي، ومش كل الاوقات هبقى قادر ان انا اروح ادفع فلوس او عندي وقت، او حتى ساعات مبقاش الواحد ليه جهد او ليه نفسي يشوف حد تاني. فهنا الافكار دي بقى بتنفع. وان شاء الله يعني ما تتحطوش في مواقف صعبة او وحشة. انا مش عايزة ابص لها برضو من زاوية وحشة، ولو من زاوية واحدة، ولو اتحطينا في موقف زي دي نفتكر ان احنا نبص لها من اكتر من زاوية.